الف سلام عليك يا استاذ. ناجل الشغل لغايه بكره، الدنيا ما طارتش. تطير على وشك يا صبيه، عشان كده لازم نتحرك بسرعه وعلى كافه الجبهات. فعلا. لحظه، هو الاستاذ رايح فين؟ مش عارف. الله، ده الدكتور مؤنس هناك اهو. مساء الخير. اهلا يا متر. ارجو ان ما كنش تطفلت. لا ابدا، تحت امرك. لما اتفاجئت انك نازل معايا في نفس الاوتيل قلت لازم احييك. اهلا يا متر، اهلا بيك. مساء الخير يا هانم. مساء النور. مدام شهيرة صالح الحمولي. والله ده ايه الصدف السعيده دي. اهلا يا شهيره هانم. اهلا يا استاذ. عبد الحليم بركات يا فندم. باردون. طبعا، اشهر من نار على العالم. ما تقعد معانا يا متر. لا يا دكتور، انا بحيي بس، ولو تكرمت لما تفضى تيجي تاخد درينك معايا. عاوزين نتكلم مع بعض شويه في مسائل مهمه. عن اذنكم، انشنتيها. ناعم ولسانه بينقط عسل. هتعمل معاه ايه؟ انا اسمع انه اشطر محامي في مصر. لا بقى، مسألة أشطر محامي دي مسألة نسبية فيها كلام كتير ممكن يبوظ القعدة. عندك مانع نغير المكان اللي احنا قاعدين فيه ده؟ انت جونتي قوي يا انكل مؤنس. وانت الحقيقة مثال للرقة واللطف والجمال مش عارف، انا عندي احساس اليومين دول ان اهتمامك بيا فيه سنة اوفر. مش اوفر بس، ده اوفر الاوفر كمان. اسمعي بقى يا بنت الحاج صالح، بيقولوا اقصر طريق بين نقطتين هو ايه؟ خط مستقيم طبعا يا انكل. هايل. افرضي بقى يعني انكل مؤنس عايزك تغيري اللقب اللي انت بتناديه بيه دايما ده، توافي؟ حسب بقى اللقب الجديد، يمكن يعجبني. هايل. طب ايه رايك لو تلغي الالقاب ايا كانت؟ حتى الاستاذ؟ ده بالذات الاستاذ. الله، امال عايزني اقول لك ايه؟ يا مؤنس كده حف. يا ريت. انا حاسه ان انت بقى اللي بتلف وبتدور ونسيت موضوع اقصر الطريق ده. اصلي انت ما تصغريش الموقف اللي انا فيه. انت بتتقدم لي يا انكل مؤنس؟ ايوه، يعني انا كنت متصور ان انا هبتدي الكلام معاكي هحطك في كورنر واربكك انت ربكتني فعلا وحطيتني في كورنر. انا بصراحه مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش اي حاجه دلوقتي. انا طبعا متصور انك محتاجه الوقت عشان تفكري، مفيش مشكله. خدي الوقت اللي انت عايزاه. اوكي، بس انا بقى عندي سؤال هو اللي هيحدد مسار تفكيري. اسالي سؤال 10 زي ما انت عايزه. انا بقى عايزه اعرف، لو كنت اصغر من سنك دلوقتي، سيب 15 20 سنه، كنت هتفكر تتقدم لواحده مطلقه؟ انا هعتبر ان ده مجرد فرض. انا مش عايزه اضايقك. انا مش متضايق اطلاقا ولا اي حاجه. انا طبعا عندي اجابه، واجابه ترد على كل تساؤلاتك، مش السؤال ده بس. احب اقولك ان انا اذا كنت بتقدم لك مش من منطلق مجرد ان انا عايز اتجوز وعايز اتجوز واحده ظروفها زي ظروفي ولاني شاعر بالوحده. لا، انا اذا كنت بتقدم لك لان في مشاعر حقيقيه حاسس بيها ناحيتك. من امتى؟ ساعة ما شفتك المرة دي لما رجعت العلاقات بيني وبين صالح، شفتك في صورة متغيرة تماما عن الصورة اللي كنت بشايفها من 15 سنة. طبعا، ده لان طنط ام نبيل كانت موجوده وانت ما كنتش شايف حد غيرها. عموما اوعدك ان انا هفكر كويس قوي. تصبح على خير يا انكل مؤنس. يا قوت، انت فين؟ طب كويس قوي انك ما نزلتيش من لوران. بقول لك ايه، بلاش الساحل الشمالي النهارده،
بس حصل تطورات كتير. هبقى احكي لك بقى لما اشوفك. يلا بقى انا على وصول. باي يا حبيبتي. انا عارف ان المشي هوايتك، واننا انا وانت هنحس بالامان، لان مفيش حد فينا شاكك ان صاحبه معلق مسجل او ايه يا متر؟ الله، واحنا بنشتغل في المباحث ولا في المخابرات؟ كلم يا متر، قول عايز ايه، قول. يعني حضرتك مدرك طبعا اننا ممكن نقف قصاد بعض في المحكمة وتبقى بينا خصومة قانونية. عادي يا متر، زي اي اتنين محامين بيمثلوا مصالح متعارضة داخل المحكمة بيبقوا خصوم، لكن مجرد ما يخرجوا يا متر بيرجعوا تاني زملاء، اصحاب، اصدقاء، يدردشوا، يتكلموا. ومفيش مانع انهم يمارسوا هواية المشي زي حالتنا كده. ده صحيح، ولو اننا يعني مش مجرد زملاء. لا ما تبالغش، ما احنا برضو ما نقدرش نقول على بعض ان احنا اصدقاء. ها؟ انا ما قصدتش اقول كده، انا قصدي اقول اننا يعني مارسنا المهنة في مكتب واحد كزملاء. والله شعور طيب تشكر عليه يا متر بركات. دكتور مونس، دي أول مرة بواجه فيها أستاذ كبير زيك في قضية، وأنا عارف إن نظرتنا للقانون وفكرة العدالة ممكن تكون مش واحدة. أنا ليا أسلوب في معالجة مصالح الموكلين، والأسلوب ده قايم على إني لازم أكسب قضية موكلي اللي وثق فيا وحط مصالحه بين إيديا، حتى لو كنت شايف إن الحق مع خصمه، وما يهمنيش أقف كتير قدام الوسيلة اللي بكسب بيها. ما انا عارف مبدأك يا متر، الحق معاك لو كسبت، حتى لو ما معكش الحق. بالظبط كده، وأنا عارف إن ده ضد مبدأك، ولأني بحترمك جدا فكرت إن أنا أعمل محاولة للتفاهم الودي في موضوع الخلاف بين أسرة صالح الحمولي وابنه الجديد. يمكن نتفادى بيها الدخول في نزاعات قضائية. حضرتك عارف طبعا إن القضية اللي زي دي ممكن تقعد سنين في المحاكم. ومحاولة التفاهم الودي دي ممكن تقولي تفاصيلها؟ لو تكرمت وشرفتني في مكتبي. في مكتبي أنا يا متر. وهو كذلك يا دكتور، أنا أسعى لك في أي مكان تحب، في أي يوم والساعة كام. مش كده حضرتك يبقى اتسرعت بالقبول؟ تقول كده ليه يا متر؟ لأن واحد عقر ونابه أزرق زي عبد الحليم بركات من المستحيل إن هو يتغير وبدون أي مناسبة من ديب لحمل وديع. وأكيد كان هدفه من مبادرة التفاهم الودي إنه يجس نبض الخصوم ويقيس مدى لهفتهم على الحل السلمي، ويفسرها بإنهم خايفين وحاسين بضعف موقفهم. نفس الكلام اللي أنت بتقوله ده أنا قلته لمختار لما قال لي إنه هيخلي شهيرة تعمل محاولة للتفاهم مع اسمة ولادها. قلت له ده هيتفسر عليه إنه ضعف. نفس الكلام بس مش نفس الموقف. عبد الحليم بركات بيرسم فخ. إيه يا دكتور، أنا سديت نفسك عن الأكل ولا إيه؟ لا ولا سديت نفسي ولا حاجة، بس إذا كان عبد الحليم بركات بيرسم فخ أنا هجاريه وهساعده، وهنشوف مين في الآخر اللي رجليه هتيجي في الخية. بتفكر في إيه بالظبط؟ حاجات لازم أعرفها من مختار الأول. بمناسبة مختار، يا ترى فهمتوا إن أنا هتولى أمور مكتب اسكندرية؟ ما تسيب لي بقى الموضوع ده يا نبيل، ما تستعجلش. سيبني أحله بلطف كده وبهدوء من غير ما نسبب حساسيات ومن غير ما نخسر محامي ممتاز زي مختار. بجد بقى ليه لا؟ هو انت بتساليني ولا بتختبريني؟ اختبرك ليه يا بنتي؟ غاوية وجع دماغ. الحكاية بسيطة، متقدم لك راجل محترم ومش طمعان لانه مش محتاج، وبتقولي لي ان اخلاقه عالية، يبقى تترددي ليه؟ وفرق السن يا بنت، ده ابن نبيل قدي. وعملتي ايه بقى بالشاب الصغير اللي انت كنتي متجوزاه؟ مش بسلامته اخد مفتاح الشاليه بتاعك من وراكي واخد رفيقته هناك في اوضه نومك، وكنتي هتفضلي مغفله ومضروبه على قفاكي طول عمرك، لولا الاتنين كانوا هيتخانقوا بالغاز في الحمام واستنجدوا بالناس وجالك خبر الفضيحه، وانتي متصوره ان النانوس بتاعك سهران في 6 اكتوبر مع العمال في المشروع الجديد. وايه اللي فتح سيره الزفت دي دلوقتي؟ باردوني يا شوشو حبيبتي، انت اللي استفزتيني لما اتكلمتي على فرق السن. وفرق السن ده مش خلاكي تعملي في عثمان اللي انت بتعمليه ده؟ لا عندك، الفرق بيني وبين عثمان مش كتير، دول كلهم 7 سنين،
وعلاقتي بيه بايظه بسبب اخلاقه الواطيه وبخله الفظيع، والدليل على كده ان انا عمري ما اشتكيت ليكي او لغيرك من فرق السن. خلاص قفلي على السيره دي، بلاش نعاير بعض. الو. ايوه اهلا، ازيك؟ مين اللي قال انها مفاجاه؟ هو صحيح ما اتفقناش، بس انا مش عارفه اقولها لك ازاي. يمكن كنت مستنيه او متوقعه. انا افضل تكوني مستنياها، لان ده هيسعدني جدا. لكن متوقعاها دي بقى هتحرجني، لاني كده هبقى مكشوف قوي. لا بجد، مستنياها ولا متوقعاها؟ بيتهيألي نرجع للمفاجاه احسن. الو. الو. انت رحت فين؟ هو انت زعلت ولا ايه؟ انا كنت بضحك معاك مهما كان الوصف. انا سعيده جدا انك كلمتني. انت بالنسبه لي راجل غير. تاني هنبقى اصدقاء. هشوفك بكره. هو الدكتور مونس ما قالكش ولا ايه؟ خلاص تصبح على خير. هو ده المحامي اللي قابلناه اول ما جينا؟ راجل محترم وستريت قوي. هو ده السبب بقى. قوت. سبب ايه؟ انتي عارفاني كويس قوي. سيبيني اقول لك الحاجه لما عاوزه اقولها لك. مش ضروري تشديني وتعصريني عشان ارضي فضولك. انت لسه صاحيه ما نمتيش؟ ايوه يا دوب قمت عملت لي كوبايه شاي. وانا اللي افتكرتك تعبتي من شغل الرساله ودخلتي نمتي. مع اني سايبه الورق والكتاب كمان الاباجوره ورق. لكن انت ايه اللي خرجك تتكلم هنا يعني مش في اوضتك؟ الاوضه حر قوي يا سمسمه، قلت اقرب من البلكونه البحري. طب مين هي؟ هي مين؟ خلاص يا بيه خلاص، مش عايز تقول براحتك. قصدك التليفون؟ دي شهيره اخت مغاوري. ست حلوه. بعدين بقى مش ناوية يا بيه تركب لنا تكييف؟ اصل بصراحة المروحة مش عاملة حاجة خالص وجايبة هوا سخن. تصبحي على خير يا سمر. لا ده انت مخاصمني بقى. مش كفاية اللي عملوا فيا بابا وسمر؟ ومع ذلك يا سيدي أنا آسف. خلاص كده طبقتين وحطيتيني في جيبك. ابدا والله ابدا، حتى البيجامه ما فيهاش فلك. شوف يا رنا، لو عايزاني اصالحك صحيح يبقى لازم تعتذري للناس اللي عزمونا واستقبلونا في بيتهم، وبدل ما نقول لهم كلمه حلوه اتريقنا عليهم وزعلناهم. قصدك مين يا ابي؟ الطفل المعجزه المليونير قصدي يعني مغاوري ده يعني؟ تاني يا رنا تاني؟ ابي مختار بيتكلم صح يا رانيا. مش عيب ان احنا نعتذر عن خطأ عملناه. بصي انا هتصل برزق هاني وموديها لك، وانت تطلبي منها انك تكلمي مغاوري وتعتذري له. هي النمره كام يا ابي؟ 5 4 بس استني، هي الساعه كام دلوقتي؟ ايوه الوقت اتاخر، خلي الصبح. لا ولا متاخر ولا حاجه، لسه بدري. قولي يا ابي النمره كام؟ كل اللي قلت عليه يتنفذ بكره ان شاء الله. حاضر يا فندم. تسمح لي اراجع مع سعادتك؟ ماشي اسمح لك. اخصائيين في الاتيكيت والملابس والمكياج سيدات ورجال. اخصائيين في التخسيس سيدات ورجال، جيم كامل يعني. سيدات ورجال برضه. حاضر يا فندم. وايه بتوقعوا ليه؟ في ايه؟ مدرسين لغات يا فندم. ايه المشكله؟ عايز نتكلم كده بتاع 3 4 لغات كده نروش بيهم الكل. واني كمان. وما تنساش الشهايد. عايز طبعا في الاول اشتري لنا طبعا ثانويه عامه في الاول، وكمان ليسانس وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه. واني كمان. يا فندم بس الحاجات دي ما بتتباعش. ما بتتباعش ايه؟ ده سوق الشهايد بره شغال كده على البحر على ودنه كده. صح. انت عارف صاحب الشركه اللي انا شغال فيها كان اصلا عامل في شركه الكهرباء، ولما سرق الكابلات وبقى مليونير كان نفسه قوي يعني يحط مهندس فلان او دكتور فلان. راح اشتروا له شهادات من بره وبقى اسمه المهندس الدكتور صابر محروس. لا يا راجل، واني كمان انا عايز دي الباشمهندس الدكتور دي. حاضر يا فندم، نبقى نشوف الموضوع ده ان شاء الله. ان شاء الله. اخبار سيد انيميا ايه؟ سيد هيسافر قريب ان شاء الله. كل التقارير سافرت اكبر مستشفى في امريكا واتعرضت على كونسولته كبير، وان شاء الله العمليه قريب. ان شاء الله. ونبقى نروح له بقى نطمنه عليه. بردون يا فندم، رزق هانم عايزه سعادتك حالا. رزع. يا رز. ايه ده؟ في ايه مالك؟ بصيك يا ليه؟ معجبه بنتملى في جمالك. وايه مالك ماسكه السماعه كده زي ما تكون عايزه تطحني بيها؟ قلقوا فلا البنايه تزهق. بنيه؟ بنيه مين يا رز؟ هتكون مين الا المزغوده اخت المحامي. وطي صوتك احسن اوعى تكسر ايدك.
ده اللي ناقص علينا كمان. الله يرحم زمان، ما ناقصها الا التليفونات كمان بتاعت مش عارفه ايه اللي هنرد عليهم. واحنا كان عندنا تليفون من اصله؟ داني زمان على الموبايل بتاعي كان بنات ايه كده بيكلموني عشان يعكسوني. كداب في اصل وشك. ده انا لو كنت بس بشك شاكه ان حد بيكلمك شكه قد راس الدبوس كنت رميتك في الشارع. يا راميني بسحر عنك الاتنين، ما تقولي واخدني ورايح. ما تبطل مقاسه ولا وترد على عمالة ملطوعه على التليفون دي. البت الو. يا سلام، هو ده اللي قدرت عليه؟ تسيبني ملطوعه على السماعه؟ ليميها بقى وقولي الكلمتين وخلاص. مش كل ما تتكلمي معايا تعملي ازمه. بالراحه عليا شويه، ما انتوا سامعين المهزله اللي انا سامعاه. بعدين يا رانيا كملي المكالمه الاول. ايوه، عموما اني بنكلمك علشان ما حدش يلومني ويقول عليا اني قللت الذوق. اني ما كانش قصدي اجرحك او اجرح مشاعرك. نعم؟ اني اللي بنسألك، يعني انت ده العادي بتاعك بتتكلمي كده ولا انت بتقولي كده عشان بس تجري الشكل اللي بتجرحيني؟ انت بتتسهوك كده ليه؟ ما تكلمني عادي زي ما بنكلمك. ما نقدرش، اصل يعني لو كلمتك عادي العادي بتاعي بيدي على بونار والسياله والانفوشه والاماكن البيئه دي، يعني هيجرح ودانك الصغنونه اللي لازم ما تسمعش الا الاغاني والمزيكا وزقزقه العصافير وفيروز ولؤي. من فضلك كفايه تريقه. كفرت ساعات اللي خلفوني، امال نكلمك ازاي؟ طه ما تتكلمش خالص، انا ما بنحبش نسمع كلامك. من فضلكم ما حدش يعلق عليا باي كلمه. انا توعدتكم واتصلت واعتذرت وما عنديش استعداد اسمع حاجه ولا حاجه بتسمعها على خير. لها ايه ده يا مختار؟ مش عارف، بس مغاوري ولد في طبيعته رقيق رغم شقاوته. انا كمان ما افتكرش انه قال لها حاجه تضايقها بالشكل ده. بالعكس انا سمعتها وهي بتقول له مالك بتتساوي كده، وده معناه انه بيقول لها كلام حلو. صح، برافو عليكي. هي رانيا بس اللي بتبالغ في ردود افعالها شويه. بس انت مش ملاحظ ان المبالغه المره دي اوفر شويه؟ تفكري في ايه؟ في خطوط الدفاع والمتاريس يا ابيه. فالزوره دي يا سمر؟ لا ده علم نفس. طب علميني. لما تقول لي حكايه شهيره هبقى اقول لك حكايه رانيا. لما يبقى في حكايه هنبقى نقول لك. ماشي يا ابيه ماشي، براحتك خالص. مالك يا واد؟ هو التليفون كتمك ولا ايه؟ ايوه مالك يا واد؟ انت سخن؟ يا خرابي، ولا يا ساره، انت ولا يا ساره، يا دلعتي يا عوصه. من بكره ان شاء الله هتبطلي الكلام البيئه ده بتاع السياله وابو نار وجبل نعسه، وتتعلمي اتيكيت الهوانم وكلام الهوانم ومشي الهوانم واكل الهوانم ولبس الهوانم. جبنا لك احسن لبس واحسن مكياجات بس مش لاقيين عليك ليه؟ عشان في حاجه غلط في الفهم والدماغ. لازم تفهمي اللي انت بتلبسيه ولازم تفهمي اللي انت بتقوليه. لازم تتغيري يا رزه، واني نتغير، والصلاه واداره وعظيمه لازم نتغيروا. لازم ايه ده كل ده من مكالمه تليفون؟ ده سرها بتع قوي. مش سرها يا خالتي، ده سر الحب. بتحبيها يا حلوه؟ بحبها وفي قلبي ساكن حبها. يا ريت يا شوق توصل لها ويحس بيا قلبها. يا عوصة يا صلاة قول ورايا كذا الكورس. بحبها لا هنقول بنحبها. اللي يعني وانت نقول بنحبها يعني؟ عشان اسكندرانيه من بحر. على النعمة انطاطا. انا عارف، بس مغاوري بيه انا مش اسكندراني. لا، ما انت هتقول بحبها بس انا وخالتي هنقول بنحبها. ده تتخوت اما يخوتك. ده ايه المسخره اللي انا فيها دي؟ الولا سائل الهبل على الشيطان، هنقول له كلمه رد عليا بغنوه. انت فاكر نفسك عبد الحليم عن امك؟ صحيح يا موه، ما تغني يا اخي من الناس بتوعنا، من لوننا يا اخي. ايه الناس اللي من لوننا دول؟
حكيم ماله حكيم؟ ياني منك ياني ياني بتشكي ليه وانت الجاني جاني هوبا ابن مدن يعني ابن خصمتك يوم انت تعبني وتغلبني ومنسيني النوم بس في حبك مات انا ليلي في حضنك نار انا بنتي في حبك مات ليلي في حضنك نار حس بيا ده انت ليا كل حاجه بس خلاص كفايه اسفاف. باردون مسيو مغاوري، هما لقوكم مبسوطين وبتغنوا حبوا هما كمان يغنوا معاكم. وبعدين ده مش اسفاف يا مغاوري بيه، ده لون شعبي. بالظبط، احنا برضو لوننا شعبي. بوظتولي التمر الرومانتيكي اللي كنت شغال فيه. انصراف. يلا كل واحد يشوف شغل. وانتوا كمان ما حدش يجي ورايا، عايز ننفرد بذات نفسي شويه. يا قلبي خبي لا يبان عليا ويشوف حبيبي دموع عينيا. ده الحكايه بانها بجد يا عظيم. البت اكلت عقله، وبعدين يا ريت اخوها مسلطها عليه. معلوم مش المحامي بتاعه وعارف كل الخير اللي جايله، قال لك ننهبه بقى. البت تسبل له تسبيلتين يتدهول. وبعدين يا رزق خام ما عطرش في سكه نسوان قبل كده. البت بربشت له وقع على بوزه. وبعدين يا رزق ما خدش غلوه عينهم صغار. شمرت قلبه ضعيف. وبعدين يا رزقه الله يخرب بيته. وبعدين يا رزقه اللي لازقه في لسانك يا ولا تفكري بقى بعد ما انت قاعده تولولي. ايوه عليكي مرة، ما احنا بنفكره يا حبيبتي من بدري، من قبل انت ما تاخدي بالك. وبعدين كل ما اجي انبهك تروحي شخطه فيا وتقولي لي انت مجنونه وبتخرفي. تصدقي انني اول ما فهمت دلوقتي ده انت عقر يتفتلك بجد. مش جحا اولى بلحم طوله، على الاقل لما يتجوز واحده من لحمه تخاف عليه ويبقى الخير كله في حجرنا احنا كمان، ما يبقاش للغريب. هو صراحه كلام ما فيهوش عيب، بس المشكله عويصه ملهاش حل. مشكله ايه بقى؟ انا بقى مش شايفه مشاكل. يا وليه مالها الوليه؟ مش بتستعبطش؟ انت قصدك يعني على حكايه الرضاعه يعني؟ خلاص يا ستي نبقى نساله واحد عالم ولا شيخ في الجامع. انتوا بتفكروا في ايه بالظبط؟ في مصلحتك ومصلحه مغاوري. هو دمك وانت لحمه. هنبقى نساله شيخ جامع. كنا بنقولها لكم زمان وانتوا صغار عشان خاطر نسكتوا كلام الناس وانتوا بتكبروا مع بعض في بيت واحد. مش لازم البنزين يشم النار، عشان كده كنا بنبعدكوا عن بعض. انا مش مصدقه وداني. يعني مغاوري مش اخويا في الرضاعه؟ هنتاكدوا من عالم، احنا مش هنقبله الحرام. حد الله بينا وبينه. نامي يا قدر، نامي وما تفكريش. كل شيء نصيب يا حبيبتي، نامي. يعني هيجيلي نوم بعد الكلام اللي قلتوه ده؟ شغلي عبد الحليم واسمعي وتمزجي ونامي. حلو عبد الحليم برضه، بس يعني مش جوه. الفقر كان مطلسم ودنا ومغمي عينينا. عارف زمان لما كنا نغنوا تنطيط وخبط ورزع، حاجه يعني يضم دماغ البنك. اهم حاجه
اهم حاجه نفرهد ونتعب وننام. من دلوقتي شوف البساط السحري اللي احنا راكبين عليه، شوف الروقان والايه؟ والحب مثلا. مالك بلمت كده ليه؟ خد دي حلوه، جربها. بطنك يا صلاح هتطرش، يا صلاح هتطرش. انت من قبل المغرب وانت عمال تاكل في الكاش والجوز واللوز والهند والسند، اكن واحد بياكل في اخر زاده. نعمل ايه يا اخي؟ بنحب، ما بنشبعش منه ابدا. نو سي امبوسيبل، سي انكرويابل. يا مدام اديني فرصه اتكلم. ما تتكلمش ليه؟ يا مدام اديني فرصه، خلاص المشكله انتهت، البنات لموا القشر، مفيش داعي نعمل مشاكل. سا سوفي بور سوار، لكن بكره هتتكرر المزبله دي. خش عني يا ولاد يا موغه. ايه يا حاج اخلاص، في ايه مالك؟ مسيو مغاوري، اسمح لي اقول لك ان المسيو اللي قاعد معاك ده هو فرش ارض المكتب والصالون والهول بقشر المكسرات اللي عمال ياكلها، مع ان في باسكت للزباله في كل ركن. سي با سا سولمون، مش كده وبس، ده ما بيبطلش شغلاته على المطبخ والاوفيس، رايح جاي يفرغ ويملى يفرغ ويملى. امام جلوي دوموندي، طلبت منه بكل ذوق وبكل ادب انه يامر اي حد من اول انا لمرجان لعبير او سهر انهم يجيبوا لي اللي هو عايزه لحد عنده. ما بلاقيهمش والله يا موغه، اعمل ايه طيب؟ طب اسال حتى. لحظه من فضلك. وانت يا حاجه لما تكلمي عن حد من اللي مشاركني في الفيلا ما تقوليش المسيو اللي قاعد جنبك، ما تقوليش كده، ده لا اسم، يعني تندهله باسمه. تندهله باسمه. باردون، جو نسي با دير سون نون، سي ديفيسيل، اسمه صعب قوي. صعب قوي؟ ما تعرفيش الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام؟ شفت جميله وسهله ازاي؟ بون داكور، خلاص هحفظها. مسيو الصلاة عليه. ماشي ولا يهمك، بنعديها. مسيو الصلاة عليه ده صاحب بيت، لازم تعرف ان هو ايه، صاحب بيت، يعني زي يعني من حقه يعمل اللي هو عايزه. وانا من حقي استقيل. جو بو بلو. انت اللي جو بلو يا عوسه، خليها تمضي تبقى ولا تبصم على الاستقاله بتاعتها، انت هتذلنا يا حاجه تعالي معايا، قصدي يا مدام. يلا وانت كمان، ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت ما كنتش بتعمل كده في البيت في السياله. أنا فاكر لما كنت بترمي قشر اللب او السوداني كنت بتاخد علق كده. يا اخي مش في شغالين بتنظف؟ واحنا ما ننضفوش ليه؟ ما ننضفوش ليه احنا؟ يعني ننضف في الفقر واحنا على الحديده، ولما الدنيا تزهزه وربنا يفتحها علينا نعمل العكس. الظاهر والله اعلم انني حمار. والظاهر والله اعلم انني ابن خالة الحمار. يا حمار. بس يا صلاح بس، اتكلموا بجد بقى. عارف، عاوز تكلمني عنها. عن مين يا مسوجر؟ انا عايز نكلمك عن نفسك، عايز نكلمك عنك انت. ايه برشت وقعدت على الشلته وما بقتش تروح الشغل؟ الشغل ده نسيته خالص. نسيته خالص؟ كل وقت ده نسيته خالص؟ ده زمانهم رفضوك. والله زمانهم رفضوني. بس قشطه يعني، ايه المشكله؟ معناته ايه الكلام ده يا صلاح؟ يا اخي بنروح الشغل ليه؟ ما الحياه زي الفل اهو، مفيش اي مشاكل. ما هي مطرت فلوس، شتا الذهب، يبقى اكل ومرعى وقله صنع. لا، دنيا دواره يا ابن خالتي. اني زمان كنت بنشتغل وبنديك، دلوقتي جه الدور عليك. ايه؟ انت كنت بتديني مليم احمر؟ انا اللي كنت بننزل نسلك من المينا ونتاجر في الموبايلات ونطلع مصاريفي. وجيت الحق بقى لاني ولا انت. رزق اللي كانت شايله البيت كله وشايلانا كمان فوق راسها من وقفتها على الدكان 24 ساعه. ولا عندك كلام تاني؟ لا يا عم ما عنديش. وبعدين يعني ما تسخنش عليا قوي كده يا موجه، ده انا كنت بنهزر. ولعلمك انا واخد اجازه رسمي من شغلي وبعلمك. وبعدين يعني قلت نتمطع شويه في اليومين العز دول لغايه لما نشوف موضوع مشروع الورشه اللي انت وعدتني بيه. ادينا مستني. ولا مغاوري انت يا ولا تعالى عايزاه. سامع خالتك بتندق اكنها لسه في شارع ابو نار في السياله، بتندق على العرض بتاع فريسكا. ايوه يا خالتي. فريسكي يا بوندا. ايوه يا خالتي. عايزاني في ايه؟ عايزه نتكلم معاك. تتكلمي معايا في ايه؟ ومعايا مش لما تبقى عايزاني مش تبعتيلي حد؟ البيت مليان شغالين. ولا تقف في الشباك فوق تنادي عليا بعلو صوتك زي اللي بينادي على بياس الريح. اقف عجاله واتكلم عادي. انت هتقدمني ولا هتقدمني؟ ياما اني مش هنقدبك. نقدبك ايه؟ ولا حتى نستجري نرفع عيني في عينك. بس انت بقى لازم شويه تبطلي حركات النص كم بتاعتك دي. انسي شويه نظام بحري، امسحيه وسيفي مكانه نمر جديده. على العموم ايه؟ انا هتسهل عليكم كلكم. وفي بقى شغل جامد قوي بقى هيحصل الفتره اللي جايه ان شاء الله. عايزاني في ايه بقى؟ انا عايزه نفتح عينيك وننبهك على حاجه. انت دلوقتي بقيت عامل زي طبق العسل المكشوف اللي عافف عليه الدبان. الله يا سلام.
يا سلام على الاوصاف اللي كلها شعر وغنى ومزيكا. اني من بدري وانا بنقول دي لا رومانتيسيكيه عاطفيه طحن. قولي كمان يا امي، سمعيني. اسم الله عليك وعلى ملفظك انت. اني ولا عايزاك تتنبه وتفهم، واديك شفت الدلعادي السنيور اختك اللي فجاه كده راحت حابه اخوها ولزقت فيه زي ظله، والدلعادي المحامي مختار اللي فجاه كده راح جايب لك اخته ولزقت فيك زي ظله. لا عندك استني، لا ما تلخبطليش السمك على المهبلبيه وتموعيني نفسي. افهمي الامور صح. اني ولا هتفهم اكتر منك، اني اللي عايزه نفهمك يا حمار. اما انت فاهمه بس غلط. لازم تعرفي كويس قوي ان شهيره اختي دي تبقى ايه؟ تبقى اختي، ومش غلطتنا ان احنا عرفنا بعض متاخر، وده مش هيمنع ان احنا نحب بعض، وده ان شاء الله يحصل مع بقيه اخواتي. نيجي بقى ايه لموضوع الاستاذ مختار وعيلته. اولا الاستاذ مختار ده راجل ما بيفكرش غير في شغله، تمام؟ وما كانش على باله العزومه دي اصلا. انا اللي عزمته واصريت ان هو يجي وصممت عشان يجوا ياكلوا معانا عيش وملح، الزوم الاخوه والصحوبيه، دي الحكايه، تمام؟ ما تقعديش بقى تلغوصي فيها وتفعصي فيها عشان تبقى حكايه ثانيه. ماشي يا حسن؟ امال ايه حكايه البت دي اللي حطاك في دماغها ورسمه على تقيل؟ يا ريت يا ريت ياما رسمه على تقيل. عارفه لو رسمه على تقيل يبقى ليك الحلاوه. ده انت فرفرت بقى ولازم نلحقك. شويه بقى فرفشه مع قنوات الفرفشه. الواحد ما يعرفش يقعد مع نفسه شويه. خير يا ست هانم؟ الحق يا صالح، امك وخالتك اتجننوا. دول يروحوا مستشفى المعموره عدل. اني وإدارة ازاي؟ ده بعد ما يسالوا ويتاكدوا من راي الدين. لا اصلا مش مساله اني راضي عليك ولا راضي على اختك. اداره دي اختي الف خ ت ي اداره. فاهم يعني ايه؟ يا عم انا مالي، انا مستغرب زيك بالظبط، وما جاليش نوم غير لما نقول لك هم بيفكروا في ايه. تفكير ترى لملم، تفكير مناويشي. استنى بس، هنا رايح فين؟ ما تعملش عركه مع خالتك دلوقتي. استنى كده لما تفتحك في الموضوع وبعدين تفهمها بشويش. افرض ما فتحتنيش. ازاي يعني؟ هتجوزك من وراك؟ لا ما ينفعش. مش كده؟ طبعا. الو. ايوه يا فندم ده بيته، بس هو نام من شويه. انت مين يا حلوه؟ انا اخته. مين حضرتك؟ انت اختي الصغننه ولا الكبيره؟ الكبيره. انا مش فاهمه الاسئله دي كلها ليه؟ لو حضرتك ما قلتيش حالا انت مين انا مضطر اقفل الخط وانهي المكالمه. اسمعي يا شاطره، انا زبيده الفسخاني. عارفه يعني ايه زبيده الفسخاني؟ الولا مغاوري كان متكلم على بنتي وقري فتحتها وداخل خارج داس بيتها قدام الناس، وعمامها وخلانها وجوزات عمتها حلفوا طلاق 3 اما اتجوزها لا الدم يصير بحور. واحنا مالنا يا ست انتي؟ أنا بنقولك وبنحذرك، لم البنت اختك الميسة على الولا، ماذا وإلا انت وابوك واخوك وبرضه اختك الميسة هتشرفوا ضيوف على المشرحة وبس. غوي وعنال ويام ياخد الواد مني خدكوا ربنا. شوف مين يا يوسف على الباب، انا مش مالكه نفتح. يا ستي مفيش مشكلة، نفتح أنا. صباح الخير. صباح الخير. نعم. أنا خالد سواق مغاوري بيه. افتكرتك. لا مؤاخذة يا أسطى خالد، اتفضل. تشكر مفيش داعي. أنا بس كنت عايز الست أم وحيد في كلمتين، هي عدم المؤاخذة مش موجودة. مين يا يوسف؟ ده الأسطى خالد جاي من طرف الجماعة بتوع بليم، بيقول عايزينك ضروري. اتفضل يا عم خالد، ما صحش، اتفضل خش. اتفضل يا أستاذ خالد. عدم المؤاخذة، الست رزقة هانم بتصبح عليكي وبتقول لك هي محتاجة الشيخ عوض قريبكم ضروري وفي الحال، وأنا مستني بالعربية تحت أمر حضرتك. اتفضلوا. اتفضل يا مولانا. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل استريح يا مولانا. اسفه يا فضيله الشيخ، الهانم قالت حضرتك وهي تستنوها في المكتب. اتفضلوا معاهم يا مرجان. اتفضل. اتفضل يا مولانا، اتفضل. اتفضلوا. اتفضل. دي مأذون دي يا اسطى خالد؟ لا ده علم أزهري، فتنا عليه جبناه من بيت آخر قبها. ما تعرفيش بعتين جايبينها ليه؟ لا بس الظاهر محتاجين فتوى في الورث اللي عايشين فيه ده كله. يعني هم وارثين كلهم فعلا ولا الجدع ده لوحده؟ الغريب يا مرجان ان صاحب الورث عايش ما ماتش. ايه؟
عايشه ما ماتتش. وانا اللي هقدم تحيه الضيوف ولا ايه؟ مش تشوف شغلك احسن من وقفه الباب ده؟ يلا. باردون يا مدام. وانت يا اسطى مش اديت مهمتك؟ واقف جوه الفيلا بتعمل ايه؟ يلا على الجراج ولا على الاستراحه بتاعتك. حاضر، ولو اني ما باخدش اوامري منك. ها اون فافوار. اني مش هننزل يا بنت هودينا وانزلي معانا، ما تنشفيش ريقنا. انت بتتحايلي عليها ولا ايه؟ قومي يا بنت فز انزلي بلا دلع عمرك. انا عايزه افهم انتوا ليه عايزين انزل اقابل معاكم الشيخ ده؟ طب ما تنزلوا انتوا وتعرفوا اللي انتوا عايزين تعرفوه، ولا لازم بصمه ايدي؟ ايوه لازم بصمه ايدك، ما ينفعش يا فصيح، لازم احنا الثلاثه نبقوا شهود على اللي يقولوا. طب ما هو مغاوري مش موجود والموضوع يخصه هو كمان. مغاوري عنده مواعيد مهمه ونزل مع اللي اسمه عصام. ومغاوري مش مهم دلوقتي، المهم احنا الثلاثه نطمنوا الاول. انا كمان عايزه فرصه افكر، الموضوع مش سلق بيت كده. هو انت شفتي لو قلنا كتبنا عليكم ده نصيبي تدي؟ مش نشوفوا الراجل اللي جبناه على ملا وشه تحت الاول؟ 5 رضعات مشبعات لا اقل، ورضعة مشبعة يعني يظل الرضيع على صدر المرضعة حتى يكتفي ويتركه برضاه، ثم تظهر علامة الشبع زي ما بنقول في بيوتنا أشهر. 5 رضعات يا مولانا؟ على الأقل يا بنيتي. يعني ال5 رضعات دول مرة واحدة ولا متفرقين؟ ما يهمش، المهم إنهم يكونوا 5. يعني ما ينفعش يبقى 4 يا مولانا؟ 5. من منكم التي أرضعت؟ أنا يا فضيلة الشيخ. ما تقدريش تفتكري عدد مرات الرضاعة اللي رضعتيها للطفل؟ افتكر يعني كده ان هما 4. لا هما 3 متهيألي. افتكري كويس يا عظيمه، ده حق ربنا مفيش فيه يتهيألي. هما 3 يا فضيلة الشيخ. الشيخ عوض قال لكم على الفايده، واللي يخلص ضميركم ابقوا اعملوه. يلا بينا يا مولانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مولانا. مرجان وصل فضيله الشيخ للعربيه. امرك يا فندم. استني انت. عايزه ايه يا رزق؟ انا عايزه نروح لعيالي. انت يا اختي اللي عوجك علينا مره واحده. انت عارفاني يا رزق، انا ما احبش الحال المايل. واحنا يا اختي ايه اللي مايل حالنا؟ بقى مغاوري ما رضعش غير 3 رضعات بس من ام الصلاه. طب قولي لنا انت، ما انت بقى كنت ملازمانه وكنت بتعد علينا الرضعات رضعه برضعه. لا يا ام الصلاه ما كنتش ملازماكوا ولا بنعد عليكوا رضعه برضعه، بس تاني فاكره كويس قوي الكلام اللي قلته لي انتوا الاتنين. فاكره يا ام الصلاه يوم ما حدفتي الولد مقورة الكوسه في قرطه وعورتيه؟ فاكره يوميها رزقه قالت لك ايه؟ رزقه قالت لك حسك عينك تمدي ايدك على الولد تاني، ولو مديتي ايدك عليه هنعمل وهنسوي. فاكره بقى ساعتها انت رديتي عليها قلت لها ايه؟ يا اختي انا فاكره. انا نفكرك ساعتها انت قلت لها انا ليا في الولد اكتر منك، ده اني رضعت الولد سنه بحالها، بقى سنه بطولها يا ام الصاله ترضعي فيها الولد 3 رضعات بس. وانت ايه اللي حرقك كده يا رئيسه؟ وش عرفك انت ان السنه دي الولد كان بيرضع كل يوم؟ افتكرتي بس كلمه ام الصلاه. ما قلتلكيش اني بقى وقتها 10 مرات والدموع نازله من عينيا انني دايخه وبنلف وبندور عشان ندبر حق اللبن الاصطناعي اللي كتب عليه الدكتور للولد وبنجيبه بالضليم؟ ايوه قلتي، بس ده مش وجبنه قديمه وفقر ازلي. عموما كتر خيرك، خطوه عزيزه. شرفتي.